تعالى بقى اقولك ازاي تدلع نفسك بهوت سحلب الشوكليت زي ده. شايفين الحلاوه؟ والله هيدي هي العظمه، والعظمه الكم وبس. هتنزل الاول تسرق لك كوبايه زي دي، زي ما انا ما عملت في احمد اندل. ولو احمد اندل بيشوف الفيديو فاحنا بنقول له متاسفين يا معلم. وبعد كده بقى تنزل تجيب لك موزايه صغيره كده وتقطعها بالشكل دوت 3 قطع كده او 4 قطع، عشان هقول لك هنعمل بيهم ايه. نجيب الكوبايه بقى ونحاول ان احنا نعمل شكل جميل كده بالجرنشه بالموز. تزنق كده معايا يا صاحبي الموز كده زي ما هتزنق المنشن التاني. وهوب تك برده لازم ندلع الكوبايه. هنجيب حته موزه ونمسح بيها بق الكوبايه كده عشان نعرف نجرنشها بالجوز الهند. بعد كده هنجيب الحاجه اللي احنا هنغلي فيها السحلب، وانا جبت السحلب دوت من العطار وكان سايب 3 معالق من السحلب مع رشه جميله كده من الجوز الهند. والسكر طبعا على حسب الرغبه، بس انا حطيت معلقه. ونحط بقى هنا تنشيط فانيليا. ننزل بقى بكوبايه اللبن ونرفعها على النار. وكان عندي شوكليت شيبس وسيحتها في الميكرويف. وننزل بالشوكليت في اخر الكوبايه، ونروح بقى نوصل للسحلب بتاعنا لحد ما يوصل للقوام دوت. ونفضيه بقى في اي بشره او في اي حاجه عشان نعرف نصبه في